الروح ديال الصراع. ثم بعد ذلك الحمد لله مع العهد الجديد ومع عاوتاني خرجنا ربما من المنطق ديال الصراع القديم ورجعنا للمنطق ديال التحكم، حتى هو منطق ديال الصراع. لانه حنا باش نتحاوروا خصنا نكونوا مقادين، تا واحد ما يكون خايف من تا واحد، لا حزب خايف من حزب ولا مسؤول سياسي خايف من مسؤول سياسي، ولا شي واحد كيقبط التليفونات ويبدا يعطي التوجيهات للنواب والمستشارين ديال الاحزاب الاخرى، ولا كيطلع اللي بغا ويهبط اللي بغا والى اخره. هذا التحكم السياسي اللي جانا بشكل واضح في 2008 واللي تسلط علينا في 2009 واللي وصل البلاد ل 2011 اللي كاد المغرب ان ينفجر لولا ان الله لطف بنا والحمد لله. وهذا الشيء هو اللي جابني انا كرئيس ديال الحكم. انا راه ماشي يعني المغاربه اكتشفوا شي نهار بلي انا جميل وقرروا باش يديروني رئيس ديال الحكومه. انا راه جيت فوق ديال الازمه الاخوان. ولهذا اليوم الا كنقولوا بلادنا عندها الاستقرار، واش هذا الاستقرار مجاني؟ هذا الاستقرار داروا التحكم اللي الرموز ديالو في ذاك الوقت هربوا، شي لفرنسا وشي لوسط المغرب وشي بدل الموقع ديالو مشى كيقلب. هذا الاستقرار هذا غير جا هكذا، هذه 4 سنوات والحمد لله المغرب ينعم بالاستقرار.